هلو. اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد عامله لله. ايه؟ حاسه بايه وانت قاعده تحت السبوت لايت؟ بحب هذا الشعور، بحب انه اعمل انترفيوز، بحب اكون قدام الكاميرا. اول حاجه احكي لي عن شخصيتك في المسلسل وعن المسلسل عامه. هلا المسلسل ما بقدر احكي عنه كتير، بس بقدر احكي عن الشخصيه تبعتي. شخصيتي وحده من غزه، بتكون حامل وبتمرق بظروف صعبة كتير. شخصية قوية جسدياً ومنتلي كمان، يعني physically ومنتلي very strong. بتحارب كتير بحياتها عشان توصل للي بدها إياه. وشخصية بسيطة، يعني هي شخصية بسيطة كتير، والأشياء اللي بدها إياها من الحياة بسيطة كتير كمان. يعني عارف ان انت مش عايزه تحكي لنا قوي عن المسلسل، بس لو تقدري توصفي المسلسل بكلمه واحده تقولي ايه؟ ممكن أكتر إشي ممكن الصمود. من ساعه ما المسلسل تم الاعلان عنه، الاعلام الاسرائيلي مش سايبه في حاله، فاحنا قد ايه هو مهم ان احنا نتيك كنترول اوف الناريتيف وما نخليهمش يغيروا الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها من خلال المسلسل ده. هلا هذا الشيء مهم كتير طبعا، بس المسلسل رح يحكي عن حاله. It takes control of the narrative، والمسلسل نفسه بثبت كل الحكي اللي عم بيحكوه هم غلط، وكل الأشياء اللي بيطلعوها غلط وكذب. يعني ما أظن كتير مهم إنه إحنا نطلع عشان نهاجمهم directly، لأنه المسلسل رح يحكي كل شيء. احكي لي ايه حاجه عنك انتي الناس دايما بيبقى فيه assumption ان هي صح بس هي غلط. الناس دائما بتفكرني انه انا حدا شرير. هلا ممكن عشان اول شخصيه ظهرت فيها هي كانت شوي شريره يعني، فالناس بضلها تفكر انه انا هذا النوع من الناس، بس لا I'm not. هل بتاخدي الموضوع ده as a compliment اللي هو انا عملت I did a good job؟ يعني بالضبط، انه بيبين انه يعني الناس صدقتني، فهذا الشيء منيح. احكي قولي لي كلمه او جمله بتوصف الفيز بتاع مسيرتك دلوقتي. يعني هي مش كلمة specifically، بس أظن مسيرتي الفنية هلأ فيها مغامرات كتير. عم بجرب أشياء جديدة، عم أتعرف على ناس جديدة، عم بحط حالي بمواقف جديدة ما كنت متوقعة أني أكون فيها من قبل. فالحمد لله طبعاً، بس أكيد يعني فيها مغامرات كتير. silence as dialogue، يعني أنا أوصل المشاعر من غير ما أقول أي حاجة. underrated. على الكاميرا عادة الواحد بيضل يحس إنه لازم يحكي عشان يعبر عن الأشياء اللي حاسس فيها، بس أنا دائما بحس إنه العيون تحكي أكتر من الكلام. الشخصيات اللي دايما morally good، دايما طيبة، ما بتعملش أي حاجة غلط. underrated، لأنه بحس في عنا هلأ عم بصير في كثير شخصيات سيئة ومش منيحة يعني، وبنحس إنه هذا الإشي اللي بيخلي العمل قوي، إنه في هاي الشخصية الشريرة اللي مش عارفة شو. فلا، إنه morally good is good. إن أنتي تلعبي شخصية almost حقيقية أو almost القصة اللي أنتي بتلعبيها عن الشخصية دي تقريبا حصلت في الحقيقة. يعني بحس إنه في شخصيات حقيقية مهمة، وفي شخصيات بالمرة مش حقيقية كمان مهمة. بالنسبة لي التنين مهمين. توقعات الجمهور في رمضان overrated ولا underrated؟ underrated، لأنه بحس حلو الجمهور يكون engaged مع الممثلين وشغلهم وشو الأشياء رح تطلع، وتوقعوا الشخصية تعمل هيك بس الشخصية عملت هيك. فبحس إنه هذا لا إشي حلو، ولازم يكون يصير منه أكتر. يعني المشاهد الإيموشنز فيها باينة شوية بس مكتومة، ولا اللي بتطلعي فيها كل المشاعر؟ كمان رح أقول لك بالنص، لأنه كمان هدول الأشياء كتير مهمين. حسب المشهد، حسب الشخصية، حسب يعني الشخصية كيف طباعها. ممكن يكون في شخصية مشاعرها دائما مكتومة وما بتتكلمش كتير يعني، وما بتفرجيش المشاعر كتير، وفي شخصية لا العكس. فحسب شخصية، حسب المشهد، حسب القصة. التصوير outdoors ولا في set في استوديو كنترولد؟ set contained، شيء يعني استوديو أو حاجة زي دي. لأن أنا كسارة
بحس إني بقدر أركز على الشخصية أكتر. هلا كتير في ممثلين ما بيحبوا الكونتيند سبيسز لأنه بيكون في مثلا 30 كرو ممبر على راسهم فوق، ضوء وساوند ومايك ومش عارفة شو، بس أنا كتير بقدر أفصل عن هاي الأشياء وأركز على السين تبعي. فبحس إنه أحسن يكون كونتيند سبيس. الشخصيات اللي بتتقبل التشينج التغير ولا الشخصيات اللي بتريزيست التغير؟ ريزيست تغير. عم بحكي عن من منظور ممثل، اني العب هاي الشخصيات بيكون احلى، انه اكثر تشالنجينج لي، فبحس انه ممكن اتسلى فيهم اكثر. ازاي التشالنج ده؟ احكي لنا عنه، يعني ازاي بتحضري الشخصيه كده، وفين التشالنج في ان انت تلعبي شخصيه زي دي؟ مفهوم يعني التفكير بتاع الشخصيه دي بيبقى ان الحاجات لازم تمشي 1 2 3، يعني منظمة قوي. فلما الواحد بيحس إنه لازم يحط effort عشان يحارب دماغه وعقله عشان يوصل للي بده إياه، فهذا بيكون بيسلي للممثل، يعني بيسلي إلي إنه أنا في براسي أشياء ثابتة ما بتتغير، أنا هيك ربيت، أنا هيك بفكر، أنا هيك 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 هيك، فيجي أشياء إنه لازم أغيرها 180 degrees. ده يبقى حلو للممثل. يعني شخصية من المسلسل كنت عايزة تجربي تلعبيها؟ أظن كان كتير نفسي ألعب دور ناصر اللي هو بيلعبه إياد نصار. شخصية صعبة كتير 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 كتير، فأظن إنه كنت بحب أجرب. إيه اللي صعب في الشخصية؟ إنه هو لازم يضل ثابت ومفرجي الناس إنه الأمور تمام، وهو أقوى، هو السبورت سيستم بتاع الكل يعني. بس لما يكون لحاله كل شيء هيك بينهار وبيوقع، يعني في بينج بونج بالشخصية، في لعب باك اند فورث كتير. مشهد من مسلسل أو فيلم، ممكن يكون من مسلسل ده عايزة تتفرجي عليه تاني لأول مرة كأودينس ممبر؟ ممكن يعني أنا واحد من الأكثر أفلام بحبها هو The Greatest Showman، فأي إشي من هذاك الفيلم بحبه كتير. ممكن السين تبع زندايا وزاك أفرون لما يكونوا عم بيطيروا وفي غنى ورا وهيك، it's very magical يعني. طيب احكي لي عن دور almost كنت هتلعبيه بس ما لعبتيوش. في دور بفيلم لسه ما أظن نزل الفيلم، عملت له أوديشن مش كتير زمان، يعني كان إشي كتير كبير بLA وكنت كتير قريبة وعملنا أوديشنز وهيك. بعدين حدا تاني أخده. هو كان رومانتيك رول يعني. ايه حاجة ممكن الناس او جمهور يأندر استيميت ان في لعب شخصية في مسلسل أصحاب الأرض؟ ممكن شخصية الحدا الانطوائي، لأنه إحنا دائما نفكر إنه خلص بضل ساكت وما، بس هو لا، يعني لازم الواحد يفكر شو بيكون عم بيصير بمخه، كيف أفكاره، كيف إنه هدول الناس كل حركة بالنسبة لهم محسوبة. يعني حركة لو بده يحرك القلم من هون لهون هو حاسب إنه الناس ممكن تشوفه، أو ممكن مش بس انطوائي بس كمان بيكونوا socially anxious، إنه بالنسبة للناس إنه هو بس حدا هادي، بس كتمثيل لا، هذا صعب كتير، لأنه في thought process طويلة جدا. هل لعب النوع ده من الشخصية حسيتي ان انت في sense of responsibility ان انت تدي القصة حقها؟ طبعا. هلا كل شخصية أي ممثل بيلعبها بيكون في responsibility إنه أنا لازم أدي الشخصية دي حقها، عشان الشخصية دي بتبقى بتعبر أو بتتكلم عن ناس تانية حقيقيين، يعني ناس بحياتنا. يعني إحنا كل الشخصيات اللي بنشوفها هم ناس موجودين بالحياة، فلازم زي ما بيحكوا إنه to do the character justice، إنه تعطي هاي الشخصية كل الحق تبعها، عشان في ناس رح تحضر هاي الشخصية وتشوف حالها فيها. كان إيه أكتر جزء من تجسيد الشخصية بتاعتك في المسلسل تشالنج؟ صراحة كله، يعني هي شخصية صعبة وشخصية كتير كان لازم أعمل ريسيرش وأقعد مع دكتور بيتر وأقعد مع حالي وأسأل ناس وأقرأ عشان أفهم، فكله كان صعب.
هلأ ممكن يعني لو بدنا نحكي عن الإشي الجسدي، كان إنه كيف أقدر أمثل وحدة حامل وأنا يعني ما عمري خلفت من قبل، فما بعرف الشعور. فكيف إنه أقدر أضلني متذكرة إنه كل حركة بعملها بجسمي لازم تكون حركة بتعبر عن وحدة حامل بالشهر السابع. اوكي، ازاي قدرتي تتخطي التشالنجز دي؟ تعاملتي معها ازاي؟ يعني زي ما قلت ريسيرش كتير، فيديوهات، حضرت كتير أشياء، حكيت مع دكتور بيتر. وكنت لما أحس مثلا إنه صورنا سين معين ومش عاجبني أحكي لدكتور إنه بصير نعيد في ديتيلز معينة لازم تكون موجودة عشان تبين هاي الشخصية. ايه حاجة في المسلسل دي خلتك تعيدي تفكير الطريقة اللي بتبصي فيها للناس عامة؟ بتذكر أول ما وصلت السات، وصلنا عند المباني المهدومة وهيك، وأكيد هاي الأشياء دائما بنشوفها على الأخبار، بنشوفها على إنستغرام، سوشيال ميديا. بس لما كنت محطوطة بوسط هاي الأشياء وكان في معنا إكستراز وهيك، وكانوا حاطين لهم إنه دم وتراب وهيك، حسيت بقد ايه الموضوع حقيقي. هذا مش معناه طبعا إني ما كنت عارفة إنه الموضوع حقيقي، أكيد لا، بس حسيته بجسمي، حسيته بروحي، حسيته لأنه أنا كتير في ناس حوالي هيك هلا، فانحطيت بهاي المنتل ستيت. ومن بعدها لآخر المسلسل صراحة يعني كتير كل يوم كنت أتعلم إشي جديد وأشوف إشي جديد وأفهم هاي الناس أكتر. إحساس أو لحظة من التصوير فضلت معلقة معاكي أكتر ما كنتي متوقع؟ كان عندنا مشهد بكون فايتة على المستشفى، بعدين وأنا فايتة على المستشفى بكون عم بنزف. عشان نخلي هذا الإشي أكتر حقيقي، دكتور بيتر حط دم وهيك، بعدين حط دم على إيدي. ما بعرف ليه بهديك اللحظة حسيت بتقل غريب، حتى لما حسيت الدم على إيدي وشفته معلق تحت أظافري هذا أظن كان يعني هاي كانت لحظة رح أضلني أتذكرها أظن للأبد، إنه كانت مش لحظة سهلة أكيد. إيه حاجة عايزة الجمهور يحسها بعد ما يخلص فرجة على المسلسل؟ بدي الجمهور يعرف إنه بالآخر الناس بغزة هم ناس وبيعيشوا حياة بتفاصيلها، بنبسطوا وبزعلوا وبيعيطوا. بدي إياهم يعرفوا أكتر يعني يعرفوا التفاصيل بحياتهم. يعني التنين لما يحبوا بعض شو ممكن يعملوا، كيف ممكن يتجوزوا، وحدة حامل كيف بدها تخلف، وحدة مشتاقة لأبوها المستشهد كيف رح يكون شعورها. يعني بدي الناس تحس بهذا الموضوع وتجرده من بس الأخبار. إيه حاجة أنت بقى شخصياً متحمسة لها بعد موسم رمضان السنة دي؟ متحمسة الناس تحضر المسلسل لأنه هذا أول عمل إلي بمصر، ومش عمل كتير كبير، مع ممثلين فظيعين مع مخرج فظيع. فمتحمسة الناس تحضروا وكتير جعبالي أعرف آراء الناس. يعني أنا حتى لو الواحد عنده أشياء إنه مش كتير منيحة يحكيها عن تمثيلي، بحب أسمع هذا الشيء، لأني بحب أسمع إنه إمتى صدقوني إمتى ما صدقوني. فكممثلة بحب أعرف هالأشياء عشان أشتغل عليها.